مباراة النادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي لقاء الجولة السابعة بهذه البطولة الوطنية لكرة القدم ومن خلال قراءة سريعة بتشكيلة الفريقين بعد عودة زياد الجديد. سلام يا الفريق مش مقبل زي الزرق احداث الجول كما نقول نحن الفريق مثلا بعد نسمع بالإضافة كل بولونيو أبدا شعب إشارة انطلاق اللقاء الجولة السابعة بين النادي الأفريقي والضيف والنجم الساحلي وهو لقاء فكات على مطلع الصعيد بين الفريقين انطلاق المباراة هنا في ملعب المرتع والكرة لصالح النادي الأفريقي مع الزراعي. فكوري العقد تشكيل الفريق نتيجة سنة نفس الثلاث كرة طويلة أو ضروري يكون بالضغط على الكرة يتحصل على المخاطرة يخلي الكرة المدرة طويلة من المدرة باتجاه جنب خالد خلال طارق السيد ما فماش تسلم جمال الحومة في مناطق النجم الساحلي يوصل النادي الافريقي تسديد في الحق بابا فكوري في نتيجة فوزوي تبع في قيس الزواهي والكرة على فوزوي قائد الفريق فاهم طارق السيد يسدد قوية وتضرب في مدافع ثم تمشي النادي الافريقي طلب ضربة جزاء ولا طلب ثلاثين الحكم كنت يقولوا له ولا غلط هيك حيث الغزواني حكيم المرئي بدأ رأس التغذية ترجع الكرة قدام طارق السيد في اتجاه فوز الرويسي والشاب الخالد وتسكت قيس الزواهي ومتابعة لنفس الجهة الأخرى من قائد فريق النادي الافريقي فوز الرويسي الحكم كنت يقولوا له وكل غلط بعد مرور 15 دقيقة تسبب بالطريقة الثانية كانت تكون كثيرة على بعض الحارس حمدي بابا وركنية أخرى النادي الأفريقي الضغط يتواصل على الدفاع عن النادي الساحلي حوار بين البدرة تثبت الركنية للنادي الأفريقي في القائم الأول وتدخل من قيس الزواجي ركنية ثالثة النادي الأفريقي فوز الرويسي بدأ ومع حيث الغزواني بعد السلام عرفة تثبت الركنية الثالثة سير وشرختير وهدف مستشفى راح هدف جميل للغاية هدف جميل للغاية لصالح النادي الأفريقي بعد عملية فنية من طارق السيد هدف جميل جدا لو سموا الإعادة وركنية سموا ترختين كمان سموا كده تدفع الكرة وتسديدة ممتازة من كريم السعيدي هدف لصفر لصالح النادي الأفريقي بعد مرور 16 دقيقة هدف ممتاز من عملية كبيرة من طارق السيد تغطية من جبل القوة عبد السلام عرفة رينالدو قدام طارق السيد يحط كرة الحكيم البرقي زياد الجزيري سامي شمسوف في مناطق الافريقي تسديده على القائم وهي من سامي شمسوف تسديده على القائم الايمن وعلى الخط بعيد نزلت الكرة النجم الساحلي والضغط يتواصل سامي شمسوف مرة أخرى في القائم الثاني عبد السلام عرفة وتبع في كيف الثاني يخرج الكرة للسداد ترجع الكرة لصالح النادي الافريقي طويلة من خالد عزيز رياض الكافي ترجع الكرة لإبراهيم الكوني بالتالي حافظ على التوفيق كثير لهذا اللاعب فاهم إبراهيم الكوني ما تقدرش تقول زياد الجزيري تقول زياد الكافي ترجع قدام حكيم البرقي يبعد على مقبولي حكيم البرقي حلو العملية الفنية زياد الجزيري في مناطق النادي الافريقي فرصة هدف التعادل عمل ممتاز من زياد الجزيري يتوصل في مناطق النادي الافريقي زياد الجزيري حط الكرة في جنبه يدخل في دفاع النادي الافريقي حتى مدافع مع حد يقدم الجزيري لربما كانت امكانية بتاع ارتكاب خطأ وحصول الجزيري على مخاطئة او ثم الاعادة زياد الجزيري
شوفوا كيف الجزائر تخلي الكرة إلا والدفاع عن الافريقي وسجل هدف ممتاز. يعني المدافعين بداوا زيادة الجزيري أكثر ما يمكن وعودة موفقة للخط الأمامي للنجم الساحلي. هدف جميل جدا للنجم الساحلي. ترجع الكرة بين الفودين. حكيم البرقي وانطلاقة جديدة المباراة. تعدى الكرة التي باشا وشوف جديد النجم الساحلي ما بقاش تسلل. نجيب معطوف فرصة هدف ثاني للنجم. فرصة هدف ثاني وتضيع. فرصة هدف ثاني تضيع على النجم الساحلي. الجزيري مباشرة في الحارس خالد عبيد. حارس بن علي نستعمل ابراهيم الخولي باهي نادي معطوف. باهي نادي معطوف في اتجاه زياد الجزيري ويأخذ خالد عبيد. فرصة أخرى للنجم الساحلي. عبد السلام عرفة الثاني رينالدو مرة أخرى زياد الجزيري وكرة كثيرة على دفاع النادي الافريقي. حمدي بابا يدخل مع كرة قيس الزواج ثاني شبشوف وفي هذه الأولى يعلن الحكم الإيطالي كوزيمو بولونينو على نهاية الشوط الأول من لقاء النادي الافريقي وضيفه النجم الساحلي بتعادل الفريقين هدف بهدف. بداية شوط أول في المقام بالنسبة للنادي الساحلي. الحمد لله بعدين صابوا الجمهور تاعنا اللي جاي ما زلنا مصورين جماهير كبيرة تاريخ الطاير فهمت هي جماهير كبيرة العالم تستقبل أما هي جماهير تستقبل بصراحة الحمد لله 30 كنا بونت نحن تفكرنا ثاني عملنا شويه راسي كونتيك ان شاء الله الطريق خلينا نتقدموا قدام وشويه تسقط الطريق شويه على الكونتينات ودخلنا عملنا تعميرات تعطينا هكذا ان شاء الله. انطلاق الشوط الثاني من مباراة النادي الافريقي والنجم الساحلي. نتيجة الشوط الاول هدف بين الفريقين كريم السعيدي بالدقيقة 16 لصالح النادي الافريقي ثم زياد الجزيري عاد بالدقيقة 42 لصالح النجم الساحلي. تغيير منذ انطلاق هذا الشوط الثاني في صفوف النادي الافريقي. خالد المولي ياخذ مكان فوز الويزي. كريم السعيدي صاحب الهدف الوحيد من النادي الافريقي لحد الان معاه ناجي باشا بالتغيير تشكيلة المجلس يفكروا ناجي باشا الكورة في صفوف النادي الافريقي. زياد الجزيري وعملية كانت تكون خطيرة على مرمى الحارس خالد عبيد. ركنية لصالح النجم الرياضي الساحلي. التنفيذ سامي شبشوف يساري ينفذ سامي شبشوف وخطيرة وهدف ثاني لصالح النجم الرياضي الساحلي. هدف ثاني مع ركنية مباشرة من سامي شبشوف. هدف ثاني لصالح النجم الرياضي الساحلي منذ الدقيقة الثانية من هذا الشوط الثاني. هدف ثاني لصالح النجم الرياضي الساحلي وشوفوا الإعادة وركنية من سامي شبشوف وتلمس الكرة بمدافعة وتتجاوز الخط وتغالط الحارس خالد عبيد. في واحد إلى حد الآن لصالح النجم الرياضي الساحلي. نحرز بن علي ويلا تسقط الكرة من عبد السلام عرفة استدعى في ناجي باشا براسو زياد الجزيري. الإضافة الكبيرة اللي عطاها زياد الجزيري خط النجم الساحلي في مناطق النادي الافريقي في حكاية الجزيري بعد تدخل وليد الغول الحكم كوزيمو بولونينو يقول ركنية لصالح النجم الرياضي الساحلي. بدران أشرف الخرساوي يتبع في إبراهيم الكولي. أشرف الخرساوي مش يسدد بالفعل يسدد قوية في الحارس حمدي بابا. ثاني شبشوف طويلة ويد الغول تترك رأسية تطلع قدام نذير معطوف إبراهيم الكولي حكيم البرقي رينالدو زياد الجزيري ناجي باشا نذير معطوف يفوت الكرة عبد المعرفة يطلب الكرة اختيارا لصالح النجم الساحلي وتدخل ممتاز من خالد عبيد. فرصة الهدف الثالث لصالح النجم الساحلي وتدخل ممتاز من خالد عبيد وتلعب عبد المعرفة. حكيم البرقي قيس الزواجي ثاني شبشوف نجم الساحلي مقام حتى تغيير في حد الآن. رينالدو يتبع في وليد الغول. حكيم البرقي نجيب معطوف زياد الجزيري يبعد على كريم السعيدي باهي التمرير ما قبل تسلل. فرصة كثيرة للنجم الساحلي وهدف ثالث لصالح النجم الرياضي الساحلي. ممتاز
الثالث نزير معصوم يسجل الهدف الثالث بعد امتاز ذكي من زياد الجزيري. هذه الاضافه اللي اعطاها زياد الجزيري في الخط الامامي بالنسبه للساحلي. زياد الجزيري امامكم على الصوره. هي اعاده تعرض بسيط الهدف. سامي شبشوب الظهير الايسر بالنسبه للساحلي ياخذ الثبات مع قيس الدواغي. نتيجه متفقه الى حد الان بالنسبه للساحلي اللي كان منازل بهدف بصفر لكن رجع بقوه سجل 6 اهداف كامله. سجل الكره النادي الافريقي باين من طرف الثاني. باين من طرف الثاني مناطق النجم الساحلي يسدد تضرب في قيس الدواغي وترجع جمال السليمان لكن قبله عبد السلام عرفه طرطوري طرف الثاني مره اخرى وحاجز الغزواني ياخذ الكره تمشي النادي معطوف تاع الهدف الثالث بالنسبه للساحلي. رينالدو تبع فيه اشرف الخرزاوي يبعد على اشرف الخرزاوي نايم رينالدو وتجاوز ايضا كريم السعيدي وباقي التمرير الناجي باشا في مناطق النادي الافريقي والحكم الايطالي يقول ضربه جزاء. الحكم كوزيمو بولوزينو يقول ضربه جزاء لصالح حسن الساحلي بالحقيقه 16 يقول لا نقاش. هذا شوفوا الاعاده بالعرض البطيء. الحكم الايطالي امامكم في حوار مع خالد عبيد. الاعاده بالعرض البطيء ماشي باشا في مناطق النادي الافريقي. امامكم الاعاده بالعرض البطيء ولكم الحكم على هذه العمليه. ضربه جزاء لصالح النادي الساحلي. رينالدو اليوا في التنفيذ ينفذ ويسجل الهدف الرابع. أربع أهداف مقابل هدف لصالح النادي الساحلي. رد فعل القوة بعد الظهور بالهدف الأول. سجل هدف التعادل الأولى عن طريق زياد الجزيري. أضاف الهدف الثاني عن طريق سيري السكوت في الدقيقة الثانية. هدف في الدقيقة الثانية وهذا هو اللي أعطى طريقة جديدة للقاء. أكثر أعداء لاعبين الساحلي لأنه سجل وقت مبكر من الشوط الثاني ونجم يضاعف النتيجة في الدقيقة الثانية ثم يرفع حصيلة الأهداف عن طريق الذي معطوه في الدقيقة 60 بعد تبيت بشير زياد الجزيري ولذلك في الدقيقة 70 يسجل الهدف الرابع على اثر ضربة جزاء اعلنها الحكم الايطالي بولومينو وهي تسديده. الافريقي يطالب بالاستسلام بعد تسديد الطرف الثاني امام النادي الافريقي. ركنيه لصالح النادي الافريقي ولا تسديد الطرف الثاني تتدخل ورأسيه لكن جانبيه لمرمى الحارس حسي بابا. كانت المحاولة من كريم السعيدي صاحب الهدف الوحيد للافريقيا وامامنا. انتقل بسرعة من خالد تمولي وليد الغول التصوير خالد تمولي كريم السعيدي على الجهة اليسار زمان الحومة أشرف الخرزاوي خالد تمولي طارق السيد ما تتعداش تكون خالد تمولي تضرب بإبراهيم كولي وتخرج سباك في هذه الأولى أمامكم الحكم الإيطالي كوزيمو بولومينو. يعني نهاية اللقاء بين الفريقين يتفوق الرجل الساحلي 4 أهداف مقابل هدف. Le job africain a montré un petit peu ses limites actuelles. Si vous oubliez, احنا في طور تكوين فريق وهذا ما صنعنا فيه انا ورئيس اللجنه. فريق شاب فيه 4 لاعبين فتره قدره كثير وعندما نلعب مع فرق كبرى نواجه صعوبات. مبدوء كان طيب لمده الربع ساعه الاولى ثم بعد الهدف ترجعنا للوراء وقبلنا هدف مثل مباراه خاصه. Bien l'entraînement, c'est tout drôle. Hein. Milan en a fait 4 en Coupe d'Europe à la maison. Les journalistes vont demander c'est quoi votre avenir. Hein. Je pense que les gens أعتقد أن كنا مستحقين أكثر. أملنا بحظوظنا رغم قبولنا الهدف مبكر. قدمنا صفوفنا وأخذنا مع اللقاء والانتصار كان حليف. ما إن شاء الله ما تكملش هذا